السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام، مرحبا بكم اليوم معنا في وصفة أخرى من وصفات جيوات مريم نور. اليوم غادي نقدم لكم تزيين ديال الطاقة بحرف الأس. غادي نحتاج الكريم شونتيي اللي غادي يكون عندي اللون الأبيض والوردي. غادي نبدأ باللون الأبيض. غادي نصب محتوى علبة الكريم شونتيي مع كأس كبير من الحليب بارد، وما نسوش الإناء يكون حطيناه من قبل في المجمد باش تطلع لنا الكريمة عاقدة مزيان. بعد ما جهزت لنا الكريمة البيضاء وعقدت كما كتلاحظوا، غادي نخليوها جانبا وغادي نجهزوا الكريمة الوردية. نفس المراحل، الإناء بارد والحليب بارد مع علبة من الكريم الوردي. غادي نخدموه بالضراب الكهربائي جيدا لحين الحصول على كريمة ثقيلة كيف ما كتلاحظوا. الآن غادي نمروا لتجهيز الكريمة البنفسجية. غادي ناخذ ملعقتين من الكريمة البيضاء ونضيف عليهم ملعقتين من الكريمة الوردية، ثم نضيف الملون الأزرق باش نحصلوا على كريمة بنفسجية. هنا خصكم تخلطوا جيدا وتفاعل الألوان بيناتها باش يعطيونا القوام اللي بغينا. هنا باقي ما حصلتش على اللون اللي بغيت، غادي نبقى نضيف اللون الأزرق تدريجيا لحين الحصول على اللون المراد الحصول عليه وهو البنفسجي. كنخلطوا جيدا كيف ما كتلاحظوا. حصلنا على البنفسجي فاتح. غادي نزيد اللون الازرق المتبقي لديه لحين الحصول على اللون المراد الحصول عليه. الان حصلت على اللون البنفسجي اللي بغيت. غادي نضيفه مع الالوان المتبقيه كيف ما لاحظتوا. هنا جهزنا الجينواز ديالنا من قبل بعد ما برد. غادي نمروا المرحله ديال تشكيل حرف الاس. غادي نقطعوا بهذه الطريقه الدائرتين اللي عندنا، وغادي نشيلوا او نحيدوا الاطراف الزائده. الان تحصلنا على الحرف اس كيف ما كتلاحظوا. طريقه سهله وبسيطه بدون قالب او اي شيء. نحاولوا نقسموا الكيك ديالنا او الجينواز ديالنا على قسمين كيف ما كتلاحظوا. وغادي نحيدوا الجزء العلوي. والان غادي نشربوا الجينواز ديالنا بالسيرو اللي وجدنا من قبل، اللي هو عبارة عن كأسين من السكر الخشن وكأس من الماء وقطع من الليمون الحامض او البرتقال او الفانيلا. كل واحد كينسم بالطريقه اللي عجبته. غادي نحاول نسقي جيدا العجين اللي عندي او الجينواز اللي عندي، ونسقي كذلك القطع العلويه للجينواز كيف ما كتلاحظوا. والان غادي نبداو ننزلوا الكريمه ديالنا كيف ما كتلاحظوا عاقده فوق الجينواز باش نغطيوه. نحاولوا نوزعوا الكريمه على طول الكيك ونبداو نغطيو الجينواز ديالنا بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا. طريقه سهله وبسيطه ماشي صعيبه، يقدر اي مبتدئ او مبتدئه يقوموا بها.
نحاولوا نملؤوا الفراغات. غادي نقادو القطعة الثانية فوق الأولى ديال الجينواز، نقادو الحرف ديالنا اللي درنا شكل اس، الآن غادي نسقيو الجينواز من الفوق باش يتشرب داك السيرو وتجي الكيك ديالنا او الطارت ديالنا غتجي معلكه ورطبه وهشه. غادي نحاولوا نوزعوا الكريمه ديالنا من الفوق كطبقه اوليه غير باش نغطيو بها الجينواز. عاد غادي نبداو التزيين كيف ما لاحظتوا، الطريقه سهله وبسيطه حتى على المبتدئين. غادي ناخذوا البوش ديالنا وغادي نملؤوه بجميع انواع الكريمه اللي حاطه قدامي. كيف ما لاحظتوا غادي ندير اللون الابيض ونضيف عليه الوردي ثم نضيف البنفسجي باش تجي الكريمه ديالنا متباينه والالوان متناسقه مع بعضها البعض. بعد ما ضفنا هنايا الكريمه البيضاء ثم الورديه ثم البنفسجيه في البوش ديالنا، غادي نبداو ننزلوا دوك الوريدات ديالنا كيف ما كتلاحظوا. وهنا غادي تفهموا القصد ديالي كيفاش غادي تجي الكريمه متناسقه وملونه في نفس الوقت بالوان متناسقه مع بعضها البعض. الان بدا كيخرج الابيض والوردي كيف ما كتلاحظوا. الآن غادي يولي اللون الوردي والبنفسجي. هنا كتعطينا الكريمه ديالنا واحد الجماليه رائعه للديزاين ديال الطرت ديالنا. نتمنى تكون عجباتكم ونفيدكم بهذه الخطوه. وكيف ما لاحظتوا سهله وبسيطه واحترافيه. نبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا الكريمه كامله اللي عندنا ونغطيو الطارت ديالنا او الكيك ديالنا. هنا تنغطيو حتى الجناب كذلك. هنا بعد ما كملنا الكريمه غادي نزينوها بالمواد المتوفره اللي عندنا او اي حاجه بغيتوها نتوما. هنا غادي نقادها بهاد الوريدات كيعطيو واحد الجماليه رائعه. غادي نضيف عليهم قطع من البسكوي او الاوريو او الشوكولاته اي حاجه كتفضلوها وكل واحد تيزين بداكشي اللي بغا. هنا غادي نزين حتى بقطع الحلوى الملونه اللي غادي يعطيونا واحد الجماليه رائعه وبسيطه ومنظرها جميل. اعزائي الحلوى ديالنا ها هي دي بعد ما جهزات. نتمنى تكون نالت اعجابكم وعجباتكم. كيف ما لاحظتوا طريقه سهله واحترافيه. نتمنى ما تعكزوش
وتجربوها، غادي تعجبكم. اعزائي، الى عجبتكم الوصفه ديالنا ما تنسوناش كما العاده من جيم وابوني وتفعيل الجرس، وخليو لينا شي تعليق محفز باش نبحثوا لكم دائما عن الجديد. واي واحد بغى شي وصفه يكتبها ليا في لي كومونتير ونجربوها لكم ان شاء الله. الى اللقاء مع وصفه اخرى من وصفات شهوات مريم نور. الى اللقاء.